السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد جدا وحماسي خالص. فيديو عيشوا معانا كده يوم من ايامنا في التحدي او مسابقة تحدي القراءة. حلوة خالص لكن مرهقة قوي. هديكم نبذة عنها وازاي بنكتبها، بتاخد معانا وقت قد ايه تقريبا. وكمان قايله ريفيو انا ومنتهى بنتي عن او اختصار كده عن القصه اللي عجبت بنوته متابعه معايا في القناه. قمر صراحه. قالت لي انا هنام كده جوه القناه علشان اعرف ملخص القصه ديت ايه بالظبط، علشان انها تشتريها ولا لا. معلش انا عامله لك الريفيو، تابعي بقى معايا. انا حاطاه في اخر الفيديو. وهقول لكم عن كل شروط المسابقه. لو اول مره بقى بتشوفيني، اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه، سبسكرايب وفعلي الجرس، اضغطي على الجرس واختاري الكل عشان تشوفيني على طول. فيديوهات القناه متنوعه في حاجات كتيره جدا، ده طبعا حاجه جديده قوي عليكم، بس حبيت اشارككم التجربه. الحاجات اللي الواحد بيمر بيها بتبقى حلوه جدا لما الواحد يعيشها مع المتابعين. انتوا عيلتي بصراحة، وكمان عشان تستفيدوا، وفي بنوتات وفي ناس صغيرة معايا في القناة برضو يستفيدوا ويشوفوا التجربة. بصوا حبايبي، ديت مسابقة اسمها تحدي القراءة العربي. ديت بدعم من محمد ابن راشد آل مكتوم. دوت إماراتي يا منتهى. ده الملك الإماراتي عاملها. طبعا بتبقى الأول على مستوى المدرسة، وبعد كده تصعدوا على مستوى الإدارة التعليمية، المحافظة يعني، وبعد كده تبقى إن شاء الله تدخل في تصفيات مع يعني محافظات مع بعض. وبعد كده بيبقى التصفية بتبقى على مستوى جمهورية مصر العربية. بيختاروا، معرفش بيختاروا كام صراحة للفوز يعني. وبعد كده بيدخل الشخص لو حابب يكمل في تصفيات اسمها. دول يا جماعة 5 جوازات بالترتيب كده. الجواز الأول الأحمر، ويليه الأخضر، بعديه الأزرق، وبعدين الفضي، وبعدين الذهبي. مكتوب في آخر كل صفحة، في قصدي في آخر كل جواز: تبارك، نبارك لك الانتهاء من المرحلة الأولى، والآن تقدم بطلب الحصول على الجواز الأخضر. ده مكتوب طبعا على الأحمر. لتقرأ 10 كتب جديدة. كل جواز ب10 كتب، بتلخيصات ل10 كتب. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنعاني جدا ان السطور قليلة قوي. عدد السطور اللي مكتوبة او اللي متسابة لينا في الجواز ان احنا نلخص فيها 9 سطور او 9 اسطر. ومكتوب من فوق عنوان الكتاب، اسم المؤلف، دار النشر، عدد الصفحات. وهقول لكم كمان بالظبط ايه بقى الأسئلة اللي انتوا هتتسألوها. طبعا المعاناة انهم 50 كتاب. آم، مش انهم كتير على فكرة. لكن اول حاجة التوقيت، طبعا توقيت ان احنا في مدارس وكلام زي كده، والدروس وكده. عايزه اقول لكم ان احنا موقفين حياتنا بقالنا اكتر من اسبوعين. بقالنا يعني داخلين على 20 يوم موقفين دروس، تخيلوا. احنا صراحه اخر 10 ايام وقفنا بقى دروس، وقفناها. مضطرين ان احنا نروح المدرسه. طبعا في امتحانات بنتي في تانية ثانوي. كل القصص دي كانت حاجات صعبة بتواجهنا. وكمان دخلنا المسابقة بقلب جامد. مش عايزة أقول للأسف لأنها تجربة حلوة. وعارفين كلمة تحدي حقيقي، هي تحدي صعب قوي. أخدنا وقت طويل، تعبنا جامد جدا. أنا ما زلت على فكرة لسه بكتب مع بنتي. زي ما انتم شايفين أنا اللي بكتب لها، لأن هي خطها بعافية شوية، خطها ما يتقريش، خطها سيء. فهي بتقرا وبتلخص زي ما انا وريتكم كده في الكراسه اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. انا وريتها لكم، بوريكم بشرح لكم ان انا كاتبين او راسمين الصفحة بالظبط بنفس الحجم. يعني احنا حطينا كده الصفحة وقسنا حواليها بمسطرة، وكاتبين عنوان الكتاب، اسم المؤلف، دار النشر، عدد الصفحات، كأنها هي اللي كاتبه ليه عشان نقيم حجم التلخيص. عايزه اقول لكم انا بعاني وبزود بيت سطرين من تحت طبعا، وبعاني من وجع ايدي لان بكتب لها وبكتب للوجي. وكان لازم ان لوجي تدخل المسابقه، وربنا يوفقها يا رب. لوجي امتحنت
يوم الخميس بيمتحنوا الصغيرين، لوجي في جريد 2 في تانية يعني. آم، كان ليه لازم ان انا ادخل لوجي في المسابقه، لانها سبب المسابقه بصراحه. هم للاسف في المدارس في التربيه والتعليم ما اعلنوش عن المسابقه ديت، او انا عن نفسي ما سمعتش، يعني ما سمعتش، انا مش بنشغل صراحه تلفزيون ولا اي حاجه. بس مثلا حاجه زي كده، طب يا جماعه نزلوها جامد مثلا في اليوتيوب. برضو الفيس انا مقله فيه جدا زي ما انا قلت لكم قبل كده. نادرا ان انا افتح الفيس. طب اي حاجة مثلا بتنتشر انشروها في اليوتيوب، في مواقع التواصل التانية، اكيد انا هسمعها، بنتي هتسمعها الكلام ده. لكن احنا معرفناهاش غير عن طريق مدرسة بنتي لوجي، لان طبعا زي ما انتم عارفين هي في المدرسة اليابانية، والمدرسة اليابانية ما شاء الله عليهم منظمين جدا. كل حاجة عندهم، مش هقول لكم بالورقة والقلم، كل حاجة عندهم عاملة زي الجيش. احنا مسمينها العسكري لوجي، اهو العسكري لوجين. كل حاجة يدونا بيها خبر من قبل على الجروب، او ممكن يبعتوا لنا دعاوي لحد البيت، مثلا لندوة، لاجتماع، في مثلا محاضرة ناس جاية فيها من بره، أو رحلة أو كده. كل حاجة فيها منظمة جدا. فطبعا جات لنا دعوة على الجروب إنه يحضر ولي الأمر علشان يسمع إن الشروط بتاعة مسابقة التحدي، وإن هما المهم إن أنا رحت يعني. رحت حتى فوجئت ما كانش في ناس كتير. كان الكلام ده في آخر شهر يناير، يعني آخر الترم الأول صراحة. المهم إن أنا حضرت وعرفت الشروط والكلام ده، وصورتها فيديو علشان اعرف ارجع لها. للاسف بعد كده معرفتش ان انا ارجع لها، لان طبعا كنت مسافره والكلام ده. المهم انهم نزلوا بعد كده يعني فوجئت اول الترم انهم نزلوا الاسامي. كان المفترض فيه رابط بندخل نسجل فيه، ده بالنسبه للمدرسه اليابانيه. لكن بالنسبه للي عاوز يدخل التحدي في التربيه والتعليم، المسابقه دي يا جماعه تابعه، دي دعم او منحه جايه من الملك الاماراتي محمد بن راشد آل مكتوم. دي دعم منه ومنحة لمصر لوزارة التربية والتعليم. طبعا لوجي بره الوزارة دي، لوجي مدرسة خاصة ملهاش علاقة بالتربية والتعليم. وفي المدارس الخاصة مش هتلاقوها، وما ينفعش كمان على ما أعتقد إن الطالب يدخلها. لكن تقريبا المحافظ اتدخل هنا في المحافظة إن اليابانية مدرسة، لأنها متبعة فعلا. يعني انا بحس ان في اشراف من الجيش عليها، او من الدولة عليها، مش عارفة. بس انا حاساها ان في اشراف عالي عليها. المهم ان هم حبوا ان هم يدخلوا المدرسة اليابانية في التحدي دوت، تحدي القراءة، عشان يشجعوا الولاد، وعلشان تبقى زي ما هي مدرسة ما شاء الله نموذجية في حاجات كتير، تبقى كمان الحاجات دي بتغير بجد من النفسية. يعني يكفي بصراحة السعادة بتاعت لوجي لما جات لي يوم الخميس تقول لي يا ماما أنا نجحت، ومعاها قلم قلم وملزوق فيه كده بالونتين. طبعا ده مش المكافأة يا جماعة، ده دوت ايه المس. وهم راجعين راحت ادت كانوا المشتركين هم 3 اللي اشتركوا من المدرسة كلها، للأسف كانوا تقريبا 18، انسحبوا كله، واتبقت لوجي وبنتين من جريد 3 من تالتة ابتدائي. أكبر ناس في المدرسة تالتة ابتدائي. وعلى ما اعتقد ان الفرع او الفروع المفتوحه المدرسه اليابانيه في القاهره، اكبر ناس مش عارفه رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي، هي لسه فاتحه جديد، تقريبا خمسه ابتدائي. عشان السنه اللي فاتت كان في رابعه. بس ده بالنسبة للوجي. طبعا بالنسبة للوجي أنا هقول لكم بالاختصار برضو عشان اللي هيدخل بعد كده إن شاء الله. طبعا بالنسبة للأطفال الصغيرين انتهت، لكن الكبار لسه موجودة. بس عامة أنا بقول لكم التجربة ديت عشان الناس اللي هتدخل بإذن الله، اللي يعيش السنوات القادمة إن شاء الله. بصوا، بالنسبة للأطفال وبالنسبة للوجي، أنا بصراحة ساعدني جدا إن أنا اشتريت القصص اللي هتشوفوها في كلمة المزيد اللي في العنوان. هحط لكم رابط الفيديو اللي أنا مصوراه بتاع القصص اللي أنا اشتريتها، والكتب اللي شارياها بنتي برضو منتهى.
من معرض الكتاب. مش معنى كده ان احنا نكلف نفسنا ونشتري، بس هو كان احنا اشترينا بصراحة بسبب العروض بس. لكن غير كده تقدروا طبعا ان انتوا تستعيروا من اي مكتبة بكارنيه بسيط جدا. الكارنيه ثمنه بسيط قوي على فكرة، تقريبا 35 لو فردي، 25 في لا الأسرة. 25 فردي. 35 فردي. 20 اه. 25 25 فردي. وفي الأسرة أو العائلي 15. حاجة حلوة قوي يعني. احنا دفعنا كلنا ما شاء الله، عملنا 6 أفراد ب 115. احسبوها انتوا بقى. فالمهم انها رخيصة جدا صراحة، تقدروا تستعيروا أو تروحوا تقروا هناك وتلخصوا وتكتبوا في كراسة براحتكم. ممكن تقروا هناك لو انتوا مش عايزين تعملوا الكارنيه بس يعني. فكرة شراء الكتب بيبقى حب جمع الكتب، اه ده حاجة شايف. تانية ليها علاقة بعيد عن القراءة أصلا. بالظبط. فكرة شراء الكتب بتبقى عبارة عن زي ما بتقول لكم منتهى دي حب للكتب وحب جمع الكتب. حاجة ملهاش علاقة بالموضوع ده يعني. احنا عايزة اقول لكم عاملين مكتبة، مكتبة في دولاب يعني، مخصصين جزء كبير من الدولاب بس كمكتبة مفتوحة من زمان. بسبب منتهى ان شاء الله نعمل لها مكتبة يعني. وادي لوجا هي دخلت في الموضوع. بس هو الاهم منتهى، لان هي عندها ده هواية. فما كانش ينفع ان احنا نسيب المسابقة. اللي عانيت منه في المسابقة زي ما قلت لكم الوقت والدراسة وقفنا، لانه ما ينفعش ان احنا ننسحب. احنا لما داخلينها انها حاجة هواية. هواية يا جماعة، زي مثلا زي لعيب الكورة لما بيهوى انه يلعب، زي لعيب السلة، كل الحاجات دي. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا لما دخلنا، يعني انا بقول النصيحة دي للناس اللي هتدخل ان شاء الله في السنوات القادمة. اعملي حسابك انك انت بتحبي القراءه وعايزه تدخلي تحدي القراءه، لان دي هوايه زي بالظبط ما قلت لكم. اللي صوته حلو وداخل مسابقه غنى، اللعيب المحترف في لعبه معينه وهيدخل اللعبه دي، المحترف في رياضه معينه وهيدخلها. فلازم ابقى جاهز بالمعايير والمقاييس اللي هي مناسبه للمسابقه، لان دي حاجه بتبقى مختلفه عن الهوايه. او بتبقى يعني مش مختلفة، بتبقى ليها معايير. المسابقات بيبقى ليها معايير، ليها شروط. الشروط بقى ايه؟ الشروط انه احنا ما نكتبش لأكتر من مؤلف. يعني المؤلف يكتب له اقصى حاجة 2 كتاب، كتابين بس. يعني نلخص لقصتين او كتابين بس للمؤلف الواحد. طبعا هي في مؤلفين بتهوى كتاباتهم، بتحب كتابتهم جدا، فتبصوا تلاقي جايبة ليهم مجموعة كبيرة او عدد زي ما شفتوا كده في الفيديو، او زي ما انتوا لو فتحتوا شفتوا انها شارية مثلا لأسامة مسلم اللي هو الكاتب السعودي، اللي هو واخده منه توقيع وعامل لها فيديو. ان يعني ان هو بيقول لها يعني، المهم عامله فيديو يعني معاه. ده شاريه له كتب كتيره. برضو هي من ضمن الحاجات المعوقات اللي وقفت يعني معانا بصراحه. اول حاجه ثواني بس انا بوريكم، بصوا انا بكتب ازاي. طبعا لازم نكتب بالجاف. وبالنسبه للصغيرين بالنسبه للوجي عانيت في الحكايه ديت. بس هم كانوا عايزين في المدرسه اليابانيه زي ما بقول لكم بيمشوا الحاجه بحذافيرها، كانوا عايزينها هي تكتب. طبعا هي بتكتب بالجاف اول مره انها بتكتب بالرصاص اصلا. كمان بطيئه. فخليتها كتبت صراحه جوازين ونص يعني يعني حوالي مثلا حوالي 25 كده تقريبا، يعني تقريبا النص. وانا كتبت الباقي. كانت تعبت جدا. 25 ما شاء الله على طفلة 7 سنوات، كتيرة قوي. لوجي داخلة صغيرة. آه، هي في تانية ابتدائي. في كتير قدها، في كتير معاها قصدي في المدرسة وفي المدارس. معروفة ان دايما في مدارس اللغات بيدخلوا اكبر سنة، يعني المفروض تبقى 8 سنين، فصغيرة يعني. بس انا بوضح الحته دي او الجزء ده. زائد انها بتكتب بالتشكيل ودي برضو مشكله في البطء. هي متعلمه كده زي ما انتم عارفين القرائيه ونظام العربي في المرحله بتاعت الابتدائي اللي من كام سنه بقوا متبعينها. بالنسبه بقى نرجع لمرجوعنا بالنسبه للكبار اللي هم هيكتبوا. بالنسبة بصوا بقى انا بكتب ازاي. انا بوريكم ان انا بكتب وبكتب عدد الصفحات. طبعا بنظبط لان في كتب كانت معدية ال 200
هي في المعايير المفروض ان ما نزودش عن 200 صفحة. عايزة اقول لكم ان في كتب ما شاء الله داخله على 400، طبعا خفضناها، وفي لغيناها اصلا. يعني كتب مشهورة قوي ما ينفعش ان احنا نحطها. لجنة التحكيم هتكتشف وهتعرف ان هتقول لها ده كتاب كبير، انت ازاي كاتبه عدد صفحاته 200 او 150؟ ومع ذلك اضطرينا لبعض كتاب ان احنا نحطهم، لان ما كانش ينفع ان احنا نستبعدهم. طيب هتعملي ايه يا منتهى في لجنة التحكيم؟ ان شاء الله هتروح تقول لهم انها قارية مثلا تلخيصات ليهم، لان في تلخيصات فعلا نازلة. يعني في ناس بتلخص بعض الكتاب المشاهير، شوفوا ازاي. زي ما انتم شايفين كده، لما تيجي تكتبي اكتبي بقلم جاف رفيع، او من الاخر روتو. روتو ده حلو خالص، في منه او روتو. هو في منه 6 ملي، وفي 8 ملي. يعني تقريبا الستة ارفع تقريبا. بس وبعد كده زي ما انتم شايفين بحط ورقة. الورقة اللي انا حطاها ده عاملة زي ورق السمبوسة، بيفكرني بالسمبوسة لما باجي اعملها، لو عملتها يعني عجينة في البيت. لانه بحط ورقه بين كل واحده والتانيه، طبعا مش عشان ما تلزقش زي السمبوسه، لكن انا حطاها لانه برضو ده قلم جاف، لكن طبعا عباره عن الانبوبه فيها حبر، فعلشان ما تكتبش في اللي وراها. دي كانت فكره بنتي منتهى. وبرضو علشان وانتي بتدوسي ما يدوسي على الورقة ويحفر، يعني مش يحفر. هي الورقة على فكرة جيد جدا، وخامته الماتيريال بتاعه حلو قوي، لكن علشان يعني تحافظي على الورقة. النمنم خالص، الخط نمنم، وبضطر في بعض تلخيصات ان اكتب سطر زيادة او سطرين كمان زيادة. ده بالنسبة للمعايير في حاجة اسمها مصفوفة عامة، ممكن اوريها لكم للي عاوز يبقى يعرفها. ان شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي، هقول لكم على لقاء كده هعمله، مع لقاء صحفي بقى مع منتهى، والخمسين كتاب اللي كاتباه. بجد دولت 50 جوهرة من اشهر الكتاب واجمل القراءات، ومتنوعة في مجالات كتيرة جدا، تحفة. ويلا كملوا بقى معايا ان شاء الله الفيديو اللي جاي ده، كملوا معايا قصدي لاخر الفيديو، لان دلوقتي هنشرح لكم اللي هي أراك في حلم قديم، اللي هي أصلا أنا عملت الفيديو بسبب المتابعة الأمورة اللي هي محتاجة أو عايزة تعرف تلخيص عن الكتاب ده. ده بقى الأخضر، هبدأ فيه كده. ويلا كملوا معايا إن شاء الله هتستفيدوا جدا وتعرفوا تلخيص كده القصة. بصراحة التلخيصات دي حلوة قوي، بتعيشكم كأنكم في فيلم، أو في مش عارفة أقول لكم إيه، لكن كأنكم قريتوا الكتاب بصراحة باختصار وبدون تعب كمان. ودلوقتي كان لازم طبعا ان انا اعمل الجزء ده من الفيديو، لان ده فعلا طلب من حبيبتي متابعة في القناة، وقالت لي في كذا مكان، يعني علقت لي انها هتنام جوه القناة. معلش يا حبيبتي انا اسفة اتأخرت عليكي جدا في ان انا اسرد لك القصة. احط لكم في صندوق الوصف او كلمة المزيد اللي في العنوان الفيديو اللي انا عاملاه عن الكتب اللي هي اشتريتها بنتي من معرض الكتاب. طبعا معرض الكتاب خلص، لكن تقدروا تشتروها على فكره بالسعر اللي هو الاصلي بقى بتاعها في دور النشر او في الاماكن بتاعتها او في المكتبات. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان يعني في معلومه مهمه جدا انا عرفتها. مش معنى انه ده نسخه اصليه يبقى انا هشتري بسعر عالي، لا خالص بصراحه. لانه في نسخ مش يعني مش الطبعه الاولى، يعني نسخ مش هنقول بقى مقلده، لكن نسخه مش الاصل. السعر بيبقى مخفض، وبيبقى السعر في متناول صراحه بسيط، فممكن برضو تشتروها. المهم ان انتوا تحصلوا على الكتاب، مش لازم يبقى كل مرة احصل على الطبعة الاولى او الكلام ده، علشان ما اغليش على نفسي. لان في نفس الوقت القراية لها متعة، فما تخليش حاجة توقفك يعني. طيب حبيبتي قالت لي انا عايزة اعرف عن جذب تقريبا العنوان نظرها اراك في حلم قديم. طبعا الاسم جذاب جدا. زي ما انا قلت لكم انا حطاه هنا، حطاه في جواز التحدي الاول رقم 1 اللي هو الاحمر اهو. خلينا نقرا اللي كاتباه منتهى. انا طبعا ما اعرفش اسمك، اللي هي البنوته اللي طالبه يعني انها تعرف كده مجمل
عنه. هقرا لك الملخص اللي كاتباه منتهى، لان هو ده اللي داخله بيه المسابقه. ده كاتباه على فكره عراقه في حلم قديم، وكاتباه تاني قصه في التلخيص يعني، او في المسابقه او التحدي اللي هي داخلاه. ودلوقتي هسألها بعديه ايه رأيها في القصة. طبعا أراك في حلم قديم، اسم المؤلف أسماء عرفة زي ما هو واضح في الكتاب. دار دون. هو 190 صفحة عدد الصفحات. فكرة وملخص الكتاب: قاسم شاب في العشرينات من عمره يسعى وراء أحلامه، وظل الجميع يسخر منه ومن إيمانه بأنه سيصبح كاتب وروائي كبير، وفي وقت جعلت منه الحياة ينطفئ تجاه شغفه. وجد رسالة قادمة من مراد باشا آزار. أزاد ولا أزار؟ أزاد. صاحب القصر الأكبر والأجمل في عشرينات مصر الجميلة، ليطلب منه كتابة مسيرة حياته الشخصية وحبه لزوجته الراحلة فيروزة، وعن تميمة الحب الرائعة التي حفظت حبهما أبدا، حتى يقع قاسم أيضا في الحب ويذوق مرارته، ويعلم حقيقة أن لا وجود لسحر التميمة. خلينا بقى نسأل منتهى. الأول اللي هو بس عشان أتأكد، هي منتهى قالت لي قبل كده، منتهى أسماء عرفة ديت أول كتاب ليها؟ اه. طيب هي كتب إيه رأيك فيها؟ كتاباتها فيها شبه من الملل والتمطيط، بتمط في كل جزء، يعني مثلا كل جزء تشرح فيه بتمط رغي رغي كتير، ومثلا تعيد وتزيد في نفس النقطة. المفروض بيبقى فيه فكرة من الرواية أو الكتاب اللي الواحد بيقرأه بيستنبطه بعد ما بيخلص قراءة. لكن هي كانت هي أصلا كانت بتعمل مدرسة اللغة الإنجليزية، فده كان واضح جدا من كتابتها يعني للكتاب، ان هي عمالة بتعيد وتزيد في نفس النقطة. يعني هي بتأكد ان مش لازم نضحي بكل حاجة من اجل الحب. طيب اوكي whatever، انا عايزة انا اللي استنبط كده في الاخر، مش انت اللي تقعدي تقولي لي قالتها كذا مرة في كل صفحة عارفين كل شغل صفحة مدرسين من الآخر. كانت ماشي. بتعيد كل حاجة بس. تمام. فده رأيي في كتابتها عامة. ما اعتقدش اني اقرأ لها تاني الصراحة. انا سبب قراءتي ليها ان هي تبقى زوجة احمد امين، يعني كاتب جميل جدا وقرأت له كتير قوي. بس القصة مميزة يا منتهى، ما نضيعش برضو قيمتها، يعني الاسم الفكرة. السبب ان جبتها كان عليها عرض، لكن الصراحة يعني القصة مشدنيش. يبقى, نسبة يبقى اللي يجيبها يجيبها مش طبعة أولى يا جماعة. لو هديها ريت فهي 2 من 5 وكتير عليها الصراحة. خبر. لا خليها من 10. أم، ده رأيك فيها؟ طب هما عدد صفحات 190، لأن احنا طبعا يا جماعة ده علشان التحدي فيه ساعات بنخفض في كده، لكن ده حقيقي 190. تمام. بص بقى المتابعة القمر اللي طلبت ده، ان شاء الله هنزل فيديو كمان بعد ده عن كل بس لما نخلص بقى، يعني غالبا هيبقى بعد المسابقة ان شاء الله، يعني فاضل عليها كام يوم كده لما نخلص ان شاء الله كتابة، ولما تخلص المرحلة بتاعت المسابقة. بجد اللي موجود هنا دي جواهر ان شاء الله، هبقى نعرضها وهنعمل فيديو حلو جدا تحفة للناس اللي بتحب القراية، يعني عبارة عن ملخص من الآخر كأنكم كده بتسمعوا أفلام. يلا ما تنسوش بقى لايك للفيديو، أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.